الأسرة بتتكلم بس على العيشة والتموين والزيت والسكر والبتاع والكلام ده، ماشي، ما أنا زيكم، أنا رقم موظف بسيط، ولكن لما الأمر يتعدى حدود الأكل والشرب ويكون فيه وطن في خطر وبيحاربه، وخاصة في الفترة دي، يبقى لا بلاها بقى، لأن موضوع الوطن أقوى من الأكل والشرب. وإحنا عارفين اللي حوالينا كلكم، أنا في حضرة علماء، في حضرة العلماء كلكم عارفين اللي جنبنا واللي بيحدث جنبنا، لأن أنا حاسس إن ولي الأمر الأيام دي ليل ونهار بيتكلم على الغلا ومش الغلا. لا، أنا لازم أفهم ابن الصغير لأنه هو قائد المستقبل، أعرفه تاريخنا وإنجازاتنا والماضي الجميل والحاضر اللي فيه إنجازات لم تحدث في تاريخ مصر. احنا اختزلنا كله في الزيت والسكر، ماشي، ما انا زيكم، انما مصر متربص بها الاعداء جنبنا. اللي بيدور النهارده ان فيه وطن، اللي يشوف لسيدات كانوا في دول كلهم النهارده بيتحركوا وشايفين بيتعاملوا في بعض الاحيان الا مصر شايلهم على دماغهم، بيتعاملوا معامله كان لهم وطن ولهم عزوه ولهم ابناء ولهم اسر. النهارده لو قلت لهم الزيت والسكر يقول لك احنا عايزين نرجع بلادنا ونلحس تراب ونلحس تراب. انا مرضاش لاختي او لامي او لبنتي او لجارتي او اي انسانه ان تتبهدل البهدله في جو الاحتلال وجو الحروب والجو اللي هو موجود ده. احنا لا، انا عن نفسي والله العظيم والله العظيم والله العظيم انا عندي اشق بطني نصين ولا امي ولا اختي تمشي تتساوي. احنا في وطن عزيز، احنا بيحاك بنا، مصر بيحاك بها خارجيا، عايزينها ترقى، عايزينها تسجد، عمرها ما هتسجد ولا هترقى. عايزينها تقول نعم وحاضر. لن تركع مصر ولن تسجد مصر. ان شاء الله لازم نعلم اولادنا ان الوطن من الايمان، الوطن من الايمان، وحب الوطن هو بعد حبنا لديننا سبحانه وتعالى وحبنا لربنا. لازم النهارده نشرح لهم ونبسط لهم ونعرفهم عشان يعرفوا قيمة وطن. وأحيي من هنا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وبقول له يا ريس احنا وراك. مفيش حاجة اسمها كلام من اللي عايزين يكرهونا ويعملوا واقعة ما بيننا وما بينك. أبدا أبدا أبدا. أنت راجل بتعشق هذا البلد وبتحب تراب البلد. مصر إن شاء الله بك مش هتقع وبكم كلكم مش هتقع.